تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. موقع فضيلة الشيخ خالد الراشد يقدم مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. والنار تلهب من غيظ ومن غضب على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعرض العصا إلى النار عطشانا. قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعرض العصا إلى النار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبون والموحدون بدار الخلد سكانا. قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الزجاج: ذكر العنق عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق. وقال ابن أدهم: كل آدمي في عنقه قلادة يكتب فيها نسخة عمله، فإذا مات طويت وإذا بعث نشرت وقيل له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال ابن عباس رضي الله عنه: معنى طائره أي عمله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال الحسن: يقرأ الإنسان الكتاب أميا كان أو غير أمي، يعرف القراءة أو لا يعرفها، ينطق ويقرأ في ذلك اليوم. فتخيل نفسك إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ استعد للوقوف بين يدي الله. هلما إلى العرض على الله وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله. لا يمنعها اشتباه الأسماء باسم أبيك، فإذا عرفت أنك المراد بالدعاء وإذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب. فإذا عرفت أنك المراد بالدعاء وإذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب، فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك. تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه. وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في أيدي الملائكة. قد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم
إلا سيكلمه ربه. ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار عباد الله ولو بشق تمرة. رواه البخاري. تخيل عبد الله نفسك واقفا بين يدي ربك، في يدك صحيفة مخبرة بعملك، لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها، وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر حسير، والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك. فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكركها، وكم من سيئة قد كنت قد أخفيتها قد أظهرها وأبداها. كم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص لك فرده عليك. وقد شهدت علي أمام الله واتضحت عيوبي. فكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص لك فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيما. فيا حسرة قلبك ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس الله قد قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. متفق عليه. ثم يبدأ الحساب وتكشف الحقائق وتظهر الفضائح. تذكر عبد الله أنك بين يدي الله موقوف، وأنك ستكلمه ليس بينك وبينه ترجمان. ستقف وستسأل عن القليل والكثير، عن الصغير والكبير. ستسأل عن العمر، عن الشباب، عن المال، عن كل نظرة، عن كل كلمة قلتها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ستسأل عن كل صلاة تخلفت عنها، وهل حفظت الصوم والزكاة؟ هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودافعت عن أعراض المسلمين؟ ستسأل عن حقوق وواجبات وأوامر ومنهيات. فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا ويدعو ثبورا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن منه يوم القيامة فيضع عليه كنفه، أي يضع عليه ستره، فيقول: فلان، أتعرف ذنب كذا؟